السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة. ولولا ستر الله لفضحنا جميعا بلا استثناء. ولولا ستر الله لفضحنا جميعا بلا استثناء. الناس اللي اول ما بتشوف حد في مصيبة بتفرح وتشمت. الناس اللي بدل ما تحمد ربنا وتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى غيرنا، وتدعو للآخر إن هو ربنا يفرج عنه ويهديه أو يهديها ويفرج عن الكرب اللي هي فيه، لأ، على طول بتفرح وتشمت، وكمان نكتب تعليقات بما إننا على السوشيال اللي مضيعنا، ونجرح ونسيء ونفضح. الناس اللي ما بتصدق، وخصيصا وده انا لاحظته كتير في اللي بيحصل لناس مشاهير ايا كان مجالهم ايه. انا مش جايه النهارده اتكلم بخصوص كمان اللي حاصل للفنانه، اللي حاصل اليها خالص نهائي، وان كان ده مثال، واكيد احنا عمرنا ما هنقبل ولا هنرضى ولا هندعم، ده شيء بديهي وعقلي يعني. اي حد بيشرب مخدرات او يتمسك بمخدرات او ايا كان، الله يعافينا والله اعلى واعلم، الله اعلى واعلم اكيد. بس احنا مش هنرضى اكيد بكل ده اكيد، ولا ندعم ده، الا الشخص اللي هو اكيد عايز يتخلص من العادات السيئه او الامور اللي تضر المجتمع، من ضمنها ده او غيرها. فاكيد هندعمه ونقف جنبه طبعا ونسنده بقوه. لكن مش هندعمه ونسنده بقوه ونقول له برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبتي انك معاكي مخدرات مثلا، او معاك كذا، أو بتعمل عاده سيئه او شيء يضرك ويضر المجتمع كمان ويفسد المجتمع اكتر، ونقول له برافو شابوه. اكيد لا. ولكن لما المفروض نشوف واحدة أو واحد وقع في مصيبة بشكل عام، لأن أنا شفته كتير، احنا ما شاء الله بقينا بنهيص ونهيس ونفرح كده ونزقطط فحد عنده مصيبة ولا كارثة. احنا بنفرح دلوقتي لما حد بيموت ونشمت في الميت. شفتوا الجبروت يا جماعة وصل لإيه؟ الله على المسلمين والمسلمات. هو ده الإسلام عندكم؟ وهو ده الدين؟ والناس اللي بتتكلم باسم الدين بقى، دي مصيبة كارثة في الموضوع ده كمان. أي شماتة، أي شماتة ربنا علمها لكم أو اتعلمتوها في الدين الإسلامية، وحاشا لله وجل وعلا أن يكون الله أو حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو الإسلام علمنا إن احنا نشمت في حد أبدا. إسلامنا بريء من كل ده. لكن دي نفوس مريضة، نفوس ناقصة، نفوس بعيدة كل البعد عن الإسلام والدين. يعني إيه تشمت في مصيبة حد أو في موت حد او في حد مبتلى بشيء مرض او غير مرض، او حد يا سيدي اتمسك بشيء؟ ده احنا المفروض بنحزن على بعض كمسلمين ومسلمات. المفروض تحزن على فكرة، المفروض تبص لنفسك وتحمد ربنا كده وتتدارى وتروح تصلي ركعتين شكر لله على الستر اللي ربنا سترهولك وسترهولك. لان لولا ستر الله لفضحنا جميعا بلا استثناء. ما هو كل واحد ليه رصيد كده في الستر ده، لو تم هتكه خلاص الملائكة تفضل تسترك لغاية خلاص ما تقدرش، فتقول له يا رب أنا يعني إحنا خلاص مش قادرين، سترناها وسترناه، انتهى. لكن كل واحد يبص في ورقته؟ لا. كل واحد يحمد ربنا إن ما حصلش هتك ليه؟ لا. كل واحد يراجع نفسه بنفسه لنفسه؟ لا. لكن على طول ندخل نعلق ونجرح، على طول نفضح، على طول نشمت، على طول ما نصدق. ايا كان مجال، انا بقرر انا مش جايه اتكلم عشان كانت هي فنانه، وان كان زي ما بقول لكم كمثال، حتى لو كانت هي فنانه او ايا كان مجالها، انا مش مشكلتي دوت. ما هي مسلمه، ما هي بني ادمه، ما هي انسانه، والراحمون يرحمهم الله. وبقرر انا مش بدعم اللي حاصل ولا الفعل اللي هي عملته خالص، انا بتكلم كل كلامي عشان يكون واضح في الشماته في المصيبه او الكارثه اللي بتحصل للشخص. ليس الا اي مله واي دين يقبل ذلك، انا مش عارفه. وبقى بيحصل كتير لناس كتير. لو ياسمين الاخضر جت النهارده قلعت النقاب ولا الخمار وبما انها واحده على السوشيال، على طول هنفرح ونشمت. وانا شفت ناس كتير تقول لك يلا يلا، انا كنت حاسه، انا كنت حاسس ان انت تعملي كده في يوم من الايام، يلا لا يلا لا. ده زائد الناس اللي بتوعين على كده، واحنا اتكلمنا في ده قبل كده. ياما شفنا بنات قلعت حجاب وطلعت للاسف اتكلمت في الموضوع ده وقالت، ونفسيتها كانت زي الزفت، قالت لك اه كويس، يلا انت هتنقصي من الاسلام شيء، يلا احسن، يعني انت كنت بتعملي بيه بلا وكسه بلا نيله، وكلام بقى قله ادب. احنا بنين بعض على ايه ولا بنتكلم على ايه؟ انا مش عارفه بصراحه، مش عارفه.
كذلك ما انتوا بتفرحوا في المصيبه، ما دي مصيبه ان الواحد يتخلى عن شيء من مبادئ واساس وثوابت الدين العظيم. دي كارثه. يعني كل مصيبه حتى يا اخي بتهون ويا اختي الا المصيبه في الدين، فدي مصيبه في الدين اللي انا اتخلى عن ثوابت من ثوابت الشرع والدين، حتى لو كنت مخطئه او خاطئه وعندي امور، ما احنا كلنا متنايلين ب 600 نيل على دماغنا. يعني انا اسفه، انا اسفه والله العظيم. بس الواحد خلاص يعني جاب اخره، جاب اخره من اللي بيشوفه بصراحه. يعني انا مش عارفه الناس المريضه النفس الناقصه العقل والدين والاخلاق وكل حاجه، ايه بقى؟ ايه جو الشماتة في المصايب وقلة الادب اللي بتحصل والتعليقات والامور؟ ربنا يسترك يا اخي واختي دنيا واخره. كل واحد كده حبايبي يلم نفسه كده ويقعد على جنب ويدعي ربنا بالستر، علشان والله وبالله ولله وهفضل اقولها، لان دي جملتي اللي دايما بقولها وبكتبها اللي متابعني كويس، واحفظوها معايا النهارده ويا رب تطلعوا بيها ويا رب تكتبوها على حوائط بيتكم. يعني كل واحد كده يكتبها في ورقه ويحطها كده قدامه، علشان الشيطان كل ما يجيله انه نفسه الاماره بالسوء تذكره ويشوفها قدامه كده في وشه. ولولا ستر الله لفضحنا جميعا بلا استثناء. انت ما تفرحش بنفسك حضرتك عشان انت يعني البلاوي اللي عند حضرتك او البلوى اللي عند حضرتك ما ظهرتش للناس، ما بكره ربنا ممكن يفضحك ولو في قعر بيتك. وفي حديث عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، في حديث عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، انه يفضح الانسان ولو في قعر بيته، فيما معناه. ما تستهونيش حضرتك، انت عندك بلاوي زي غيرك، عندك ذنوب، عندك معاصي، عندك امور ممكن تكوني مستقله بامر صغير قد كده انت مخبيه على بابي مامي. ممكن حضرتك تكون مستقل بذنب قد كده لو انكشف بس قدام بابا وماما هتبقى بتشر ميه من حواليك، هتعرق كده، هتبقى عايز الارض تشق وتبلعك. تخيل من ابوك وامك اللي هم اصلا ستر وغطى عليك، يا بالك بقى لو انفضح قدام العالم كله او الناس كله. والله لو كل واحد يبص في ورقته ويحمد ربنا على ما هو فيه ويروح يصلي ركعتين كده شكر ان الحمد لله يا رب انك سترتني على ما انا عليه، ويراجع نفسه، مش هنكون بالوقاحه والسفاله وقله الادب والنقص وقله الاخلاق وقله الدين اللي احنا بقينا فيها دي. يا جماعه استغفروا ربنا على شماتتكم في الانسانه قبل ما تكون فنانه منة شلبي، واستغفروا ربنا على شماتتكم وعلى الكلام الواقع اللي انتوا قلتوه في اي بني ادم واي بني ادمه تنازلت او تخلت لايا كان السبب عن ثوابت من ثوابت الدين والشرع، او تنازل او تخلى لايا كان السبب عن ثوابت من الدين والشرع. استغفروا ربنا عن كل كلمه تجريح وشماته واسلوب اهنتوا فيه اي حد كان في مصيبه او في كرب. استغفروا ربنا يا جماعه وتوبوا لربنا، لان دي محتاجه توبه كبيره قوي، عشان ده عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وبنكرر احنا مش بندعم اي حد طبعا يبقى بيعمل فعل فاسد للمجتمع ولنفسه كمان، اكيد لا، زي المخدرات او زي غيرها او غيرها خالص. عمرنا ما هنقف جنب حد كده، والقانون كل واحد بياخد مجراه والقانون حيثما يحكم يعني. تمام. واعتقد القانون حكم في هذه القضيه، مش قصتي ولا قصتنا دلوقتي، لكن انا قصتي انا جايه اتكلم فيها المصيبه اللي انتوا بتعملوها اللي اكتر ممكن تكون من اي حاجه تانية، هي الشماتة. الشماتة في الإنسان، الشماتة في المصيبة عند الشخص، الفضيحة أكتر للشخص. يلا هوب 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 هوب. حلو النار اللي انتوا بتولعوها دي، مبسوطين؟ نقص والله وقلة أدب ومرض نفسي محتاجين نتعالج منه والله العظيم. مش عارفة أقول إيه، بس احفظوا الجملة واطلعوا بيها، ولولا ستر الله لفضحنا جميعا بلا استثناء.